هذا الميساج هذا إذا كل المغاربة اللي راهم عايشين في الصحراء الغربية ماذا بهم يوجدوا صوالحهم ويهربوا يا خوتي من الصحراء الغربية. قولي والله ما كنا على بالنا. النهاية ديالكم خلاصت والله العظيم، ما تخرجوش من الصحراء، من الصحراء الغربية البوليزارو ستندمون ندما شديدا. يلا الناس العيون الداخله وما جا وراهم، واش باقي كتسناو؟ هزوا بالزكم وخويو، راه زعما يلا هضر معاكم السي مبردع بلا ما يخلعنا ثاني داك الفريق الاول شنقريحه بشي مناورات هاد الليله برك. الله يلا الاخوان حركوا لنا ديك اللايك، سي المونتاج جاب لكم شي خبيرات باقي سخان بالدليل والحجه برك كيف العاده. عندما نتحدث عن السبب، أنا تمنيت لو كانت كل توقفات البطولة الجزائرية بسبب قضية اسمها فلسطين لسكتنا ولم نتحدث. لكن الحقيقة أن سبب توقفات هذه البطولة الجزائرية على مدار سنوات لم تكن فلسطين هي السبب. لذلك دعوكم من الاختفاء وراء تلك الشماعة. الجزائر عندها مواقف. واش مواقف؟ واش ما مواقف عندها الجزائر؟ عيب البطولة الجزائرية وتوقفاتها وسوء البرمجة يعود إلى عدم تطبيق أولا مثل ما قال فاروق القوانين، وأيضا للتلاعبات الموجودة في كثير من هذه المنظومة الفاسدة الموبوءة. انا ثاني وسمع لي على ودنيك، هذه راه ماشي في تونس السي المونتاج ولا في ليبيا، هاد السي روبيو هذا راه سيري يهضر لهم على اقوى دولة في المنطقة، وكيجي عندنا حنا هنا السي عبد المجيد طيط المحترم كيطلق علينا لا حقه غنوقفوا النشاط الرياضي عندنا في الجزائر على قبل فلسطين. تجار الازمات وتابعينهم المشاكل سبحان الله العظيم من جميع الجهات، تلقاهم الكاف من هذه الجهه يخرج لهم مجلس الامن من الجهه الاخرى، حريره صافي. Premier indice, et là c'est un communiqué officiel du Polisario. Deuxième indice, lorsque les radios et les télévisions du monde, les agences de presse ont commencé à parler de ces explosions, cette victime innocente, que j'appellerai Shahid, qui a attristé tout le Maroc, ne resteront pas impunis. Les responsables devront assumer leurs responsabilités juridiques, mais également politiques. Pas seulement ceux qui ont perpétré ces attaques, mais ceux également qui sont derrière eux. خويا عمر هلال واش قال لك باك؟ يرضي عليك خويا عمر، راك خدام عاجبنا، عرفنا على شي ميزانه وداز السي المونتاج. ايوا سيادنا قال لك ثاني السي عبد المجيد طيط المحترم فاق اليوم في الصباح قال لهم حقا رجعوا لنا السفير الجزائري لاسبانيا. وبيني وبينك ودي السي المونتاج راه دوخونا هاد الناس ديالك، وانت راه كيبقاو العام كامل وهما غير دي السفير رجع السفير. اين هذه فري؟ ها يا سيدي مصادر الجزائر تستعد لاتخاذ خطوه هامه ستغير مسار علاقتها مع اسبانيا. صافي ما بقيتوش ثاني غضبانين على داك بيدرو حيت اعترف بمغربيه الصحراء وبقى مصر عليها. صافي ترى هاد الكابرانات كيتسرعوا دا السي المونتاج حتى هما صابوهم البريكس عباد الله هي الاخرى وما قدروش يقنعوها، عاد يقنعوا لك اسبانيا. للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون إلى مستشفى الأم والطفل هذا، وكان رئيس الجمهورية مرفوقا بالفريق أول السعيد شنقريح. يتلقى شروحات مفصلة حول هذا الصرح الصحي الجديد الذي يعد لبنة أخرى تضاف إلى سلسلة المنشآت العسكرية. مبروك ودي السي عبد المجيد، مبروك ما درتو، باركوا الناس في التعليقات الجماعه ما تكونوش غيارين. غير هو ودي انا السي المونتاج راه ما فهمش داك الشنقريحه راه والو ما يضيع معاه، حتى راه مدشن مع السي عبد المجيد طيط جميع البروجيات ديالهم. انا شكيت لاكارت ناسيونال حتى هي مشاركين فيها. ماشي ضروري هاد الهضره موجهه لواحد القوم اللي مازال ما اقتنعوش باللي القفطان تاع المغاربه، وكاين غير المغاربه اللي يحصلها في الخياطات تاع القفطان. انا عايش في المغرب، نطلع غير من التقا تاع الكوزينه تاعي نلقى بوتيكه صغيره تبيع في القفطان. اش قلتي لي تابوج معاه؟ وكون نروح منا غير ندور بكم في هاد الدروبه غير هنايا مخكم يحبس. ها اللي يخيط، ها اللي يبيع القفطان، ها اللي يبيع التقشيطه، اللي يبيعوا هاد الصوالح اكثر من اللي يبيعوا القشواجد. بقي عندك ما تضيف ولا نشدوا هذا المحضر. دونك ما كان لاه تجوا تكذبوا على رواحكم. ماشي عيب ما عندناش في لاجيري هاد الصوالح، ماشي عيب. العيب هو انك تشريهم من المغرب
وتروح لاجيري تقول هذه تاعنا. لا ما كانش منا يا خو. تا واش هذا يعرف حسن من اليونسكو؟ عبد المجيد شخصيا حط ليهم الملف ديال القفطان. على بالنا باللي تبوا الخضره فوق عشاء، ولكن ليومنا هذا راه باقي ما جاوبوش. قالوا ليه سير انت شكون كتفرق بين التكشيطه والقفطان، وديك الساعه جي عندنا ويكون خير. راح في الجزائر شكون اللي خرجوا البرلمانيين. والله لقد حدثتني نفسي لأول مرة بالاستقالة من المجلس الشعبي الوطني هذه الأيام، لأننا تأخرنا في اتخاذ موقف. آن الأوان أن نعرف عدونا الحقيقي. أخطر يهود في العالم هم يهود الجزائر. وآن الأوان أن نكون رجالا حقيقيين وسياسيين حقيقيين، صناعا للرأي وصناعا للقرار. فليعلم أهلنا في والله سنثأر لكم بالطوابير على العدس، سنثأر لكم بالانتظار من الساعة 5 صباحا حتى 1 زوالا الكاميو تاع الحليب. واخا سيدي نمشيو معاهم حنا بعيد، ما حدكم سيدي ضارباكم النفس حتى للدرجه على هاد فلسطين. علاش ما خرجتوش ودرتوا هاد الشيء هذا في الشارع؟ أذن لهم أن يقومون بهذه المظاهرة داخل قبة البرلمان لا خارجها. هكذاك وانا نفهم. ايوا سيادنا في خبر اخر، الكاف قصاو منتخب الجزائر من جائزة الاتحاد الافريقي لاحسن منتخب افريقي 2023. اعوذ بالله. شهدت جائزة الاتحاد الافريقي المعلن عنها اليوم الاربعاء لافضل منتخب افريقي لعام 2023 غياب المنتخب الوطني الجزائري، وغاب المنتخب الوطني عن جائزة الاتحاد الافريقي لافضل منتخب افريقي لهذا العام رغم تحقيق اشبال الناخب الوطني جمال بالماضي العديد من النتائج الإيجابية هذا العام. ايوا شويه هما يبداو ثاني في البكا في البلاغات. ورشحت الكاف منتخبات تحت المركز المتأخرة، كما اللغة العربية وما كتعرفوش لها، المراكز المتأخرة في تصنيف الفيفا باستثناء منتخبا المغرب السنغال، كما اللغة العربية واحلين فيها. وهذه راه حيران. ما عليناش. وجاءت قائمة ترشيحات الكاف على النحو التالي: المغرب، السنغال، تنزانيا، الرأس الأخضر، ناميبيا، الموزمبيق، موريتانيا، غينيا الاستوائية، غامبيا وغينيا بيساو. يعني المغرب هي الأولى إفريقيا. وتخيل معايا وداس المونتاج منتخب الرأس الأخضر اللي ربحوها ب5-0 والتكلاساج، بينما المنتخب ديالهم كله. أعتقد أن المشكلة الكبيرة التي واجهت المكتب الفيدرالي الحالي هو إشكالية ديون الأندية العالقة. تعلمون جيدا أننا مهددون ربما بعقوبة ما أعطاك الله قد تكون قاسية تصل إلى حد إقصاء الاتحادية في حال ثبوت أنه كانت هناك نية مبيتة من الاتحادية سواء كانت حالية أو سابقة. حنا راه ما قلنا ثاني والو اخاوتي، برك راه هو اللي قال. يا ودي راه قلنا ليهم يا ودي نوضوا ديروا شي تفوسيخه جماعيه للزمر كامل لعل وعسى تحيد هذاك النحس. ترى تابعينهم غير الكوارث. يا قزواني مساكين رايون يفتروا بهم الجوع ويا كامل ما جبرنا مساعدات، وبرك الناس راعي يموتوا في حريقات، ما شفنا بومبيه ما شفنا شيء. صافي باينه لافير وداس المونتاج. عمو عبد المجيد بغى يجري عليهم من ديك تيندوف. السيد طلعوا ليه القياطن والعجاج في راسو وزادوا كملوها ليه دوك مجلس الامن فزادوهم ديك عام ديال الماكله والشريب على ظهر الكبرانات. صافي فقدوا الامل. لقد صوتت دولة الامارات لصالح هذا القرار، ونشدد في هذا الصدد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية والتي وصفتها قرارات مجلس الأمن منذ 2007 بأنها تتسم بالجدية والمصداقية. زيد سيدي دخلينا ديك فرنسا حتى هي اللي هم أصدقاء الكبرانات. الآن لفرنسا. أذكر بالدعم التاريخي الواضح والثابت لفرنسا خطة الحكم الذاتي من المغرب، فهذه الخطة موضوع على طاولة منذ 2007 وحان الوقت للانطلاق بها. وراه قريبا غيبدا التبندير ثاني تما، غدا تسمعوا داس المونتاج غير اهرب الطاهر اهرب اخويا ما تلفتش وراك. ولهذا جيو ثاني لابسين سبرديلات، لاش خليو الناس ناضلكم تما. رئيس الجمهورية كذلك توقف عند شخصيات سياسية لتلقي التهاني. بداية قالوا رجليك يا تبونا. والله الا طوالو يديها بلاتي ودا السي عبد المجيد تترجع للدار وغتفاهم معاك خالتي الزهرة على هادشي كامل. ابان لي العهده الخامسه تسوكراش واقيلا السي المونتاج غير نقولوا الناس مبروك. ارفع راسك يابا ارفع راسك يابا. حيت هما عندهم في الدوله اللي وكيله غرس رئيس شجره جديده، عرف باللي راه ولايه جديده في الجيب بالرغم من الصعوبات. السي بصل مش 8 شهور
بلي انت تقصد الماء ما كانش في الروبيني 8 شهور ما كانش في العين البرد الارتواء بصح الماء تجي سيترنا تجي ولا لا؟ تجي خطره ما تجيش. ما هو هذا واحد المشاكل واش نقول لك والله يا سيدي الوزير اقسم بالله. اسمع حقك باش تدي الماء هذا حقك فهمني ولا لا؟ كثر خير الجزائر السيد رئيس الجمهوريه التعليمات تاعو واضحه. في كذب في كذب. الماء لازمك ما فيش نقاش لازم يجي الماء عندك مواطنين كيفكم كيما اي مواطنين اخرين هذا حقكم ما عندنا حتى مزيه واجب علينا نوفر لكم الماء. عاونونا صح سيد المدير لازم يوصلهم. شوف صافي كاين المشروع يا ودي المشروع راه كاين ماشي ما كاينش غير هذا ودي السي المونتاج راهم اعداء النجاح. شافوا دابا السي عبد المجيد الطيط المحترم بغى ينشف لهم البحر ويوفر لهم الماء ما بغاوش يحمدوا ربي. شنو والسي عبد المجيد وانا نشهد ليه ما خلى ما دار معاهم ولكن راه ما كيقرش لهم الخير. نوطي الله هي الاخرى دوزها لهم في الروبيني. ها حل مانيش عارف هذا كان بيشوكو ولا مش عارف ولا هذا يطلع فينا الدوله وقال لك الماء ما سلكم جي ديريكت. شفتوا الوقت اللي وصلنا له؟ هذه سباله دوك نروح نزيدكم سباله اخرى ثاني يلا سباله ودابا واش هادشي كاين في الخارج السي المونتاج؟ حنا في المروك هاد المسؤولين عندنا راه سايرين يطنزوا علينا. وشوف معايا دابا الجيران مدوزين ليهم نوطيلا في الروبيني باطل وحنا مدوزين لينا الماء وفي 2023. إلا من حسن الطالع أن تكون الزيارة بعد هذا الانتصار العظيم الذي حققه شعبنا الفلسطيني. هيا قول لي واش مواقف عندها الجزائر؟ وأنا شخصيا وعلى صعيدي الشخصي سعيد جدا لأنها الزيارة الأولى لي إلى المغرب، هذا البلد الشقيق البعيد في الجغرافيا ولكنه في قلب هذا الوطن العربي والإسلامي الكبير. شو ماشي حد يمشي يدير الاجر يكلم لي هذاك بونيف يشوف معايا بانه حاضر وهم ماضينا. هنيه ديال فلسطين جا عندنا المغرب يا ما تشحل الروبيني هنا يشعل الضوء ومع ذلك ما خرج حتى مغربي وقال لهم فلسطين خليوها عليا انا. مثل ما قلت في كثير من المناسبات يعني كاين الناس اللي ربما ما يقدروش المجهود تاع الجزائر المستقله هذاك شغلهم لان الاحداث تكذبهم والواقع يكذبهم. واش دارت الفلسطينيين؟ مدت الدراهم لمحمود عباس والنص دراهم هذوك داتهم اسرائيل ولا راه يتمد في الغاز الاسرائيل عبر مصر؟ يا ودي رخفوا شويه على داك السي عبد المجيد مسكين راه بان ليا كبر عليه الماتش. ها اسرائيل من هنا شويه كتخرج ليه الكاف من الجهه الاخرى وهذوك القياطن والعجاج تا هما طامعين ليه في ديك تشيندو في يديوها ليه. بيئة صحراوية وبيئة قاسية، ظروف طبيعية لا يمكن للبشر أن يعيشها لا صيفا ولا شتاء. شنو؟ الكهرباء عندما يأتي شهر 7 شهر 6 وشهر 7 في سبيل الله تنقطع الكهرباء نتيجة لشدة الحرارة. راك ماكش بعيد على الخبرجي. موجود تعليم ويسير بأحسن طريقة، ما عندنا أي نقص. نحن نرسم دولة كيان دولة نرسمها على هذا الواقع وعن قريب ان شاء الله سوف نزشدها. الله يعاونك لالا الله يعاونك. حتى السيده دابا باغا ترسم دوله في تيندوف وحنا مالنا. وانت راه قلت لك الكابرانات تابعاهم غير الخطيات تمشي ليهم القبيل من الهي ويديو هادو تيندوف من هنا شويه يخرجوا لهم دوك الفرنسيين القدماء يبغيو هادوك البنيات ديالهم اللي كاينين في وهران. واش غيبقى السي عبد المجيد الجلفه؟ ويضحكوا على مرار كيقولوا لهم عياشة وهما ما كانش اكبر عياشة كيما الجزائريين. تشوف لي على منظريه الشريف راه كنقول لك العالميه هاد الناس ديالوك الصحافه فوق الكاميو. واش من كاميو داك البيتفورد اللي مشاو به المغاربه ايام المسيره الخضراء الصحراء وهما راه ما يبوسوش اليدين. عاود لينا ديك اللقطه العربي. عمي تبون لا ماشي شي بوسه يا ودي راه قلنا لكم الناس عايشين في مسلسل بغيش حياتك وهذا اللي سيرين تشوفوا فيه راه غير مجرد رئيس معين يقدر في اي وقت من الاوقات يمشي للحبس ثاني وباس ليه يديه. اما كون كان مالك ابن مالك يا ودي خلينا ساكتين السي المونتاج.
راي المغرب يا سيدي والملك والملكة عندهم جنازة كانوا قاعدين تفرج حالتهم تبكي الحجر تطبيع ضايعين. اولا مبروك للوداد المغربي التأهل النهائي، ولكن انا دابا اللي باغي نفهم واش دخل مباراة كرة القدم عادية في الملك والسياسة. انا راه بان لي البعض يعني البعض من الاخوة التونسيين دازت لهم ديك العدوى ديال هوك. ويني بيك بصحتكم العيالات، تا شكون بحالهم ودي السي المونتاج مسخر ليهم الله دوك الكابرانات. لله ود احمد. يلا الاخوان تهلاو ليا في راسكم، وصلنا لنهايه الحلقه وكيف العاده ما تنساوش ديك اللايك. دوزو بخير.